السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة طلعت برضو في مشكلة تاني. أي مشكلة بتحصل لي أو بتواجهني برجع إن أنا أقولها لكم عشان إيه ما تتكررش مع حد فيكم. طلعت النهاردة لقيت زغلول مراسلة ميت. تمام، دي مشكلة طبعا. إيه اللي موت بقى الزغلول ده؟ أنا فتحت له قبل ميعاده. تمام، يعني وانا بفتح له قاعد ينزل ايه نقط دم كده من البيضه. فانا جايب النهارده برضو زغلول هنفتح له. لو عمل نفس اللي عمله الزغلول المراسله ده هقول لكم، بحيث ان الواحد ايه يكون واخد باله وما تتكررش المشكله دي مع اي حد تاني. تمام، ثواني بس نظبط التليفون. تمام، فاحنا بنعمل الموضوع ده ليه؟ علشان بعد كده لو لقيت اي نقطة دم نازلة من الزغلول سيبه كمان مثلا 3 4 ساعات يكون نشف الدم ده، لان الدم ده يعتبر من الايه من الغذاء بتاعه، يعني هو بيتغذى عليه. ادينا بص بنجس واحدة واحدة كده، واحدة واحدة. تمام، لحد ما تحس ان هو مفيش دم اصلا موجود. واحدة واحدة كده، بص وفاتح له بالراحة اهو، الغلاف اهو، وانت بتفتحه بالريشة. ده الكلام ده لو في حالة ان انت اصلا لقيت الزغلول لسه كاتم، يعني ما لقيت الزغلول مش عارف يخرج انت بتساعده. لكن لو هو اصلا بيعرف يخرج دي حاجة بقى خلاص تسيبه. بص بص كده مفيش دم، كده مفيش دم، يعني كده عادي تفتح له عادي. تمام، وبرضه نفس الكلام هنا، تفتح له عادي. تمام، مش هيحصل معاك اي مشكلة طالما مفيش دم. تمام، وانت بتفتح له اوعى تسيب اي قشرة من القشر ده يبقى موجود، علشان القشر ده اساسا اللي هو الغلاف اللي بيبقى ما بين القشرة والزغلول اهو، ده بينشف ويكلبش في الزغلول بيخليه ما يعرفش يتحرك. ونقوم مطلعين له دماغه كده بالراحة، بس نص نص كده ونسيبه. وده اخوه لسه نائر، وانا خرمت له كده عشان ما يتكتمش ويخش له اكسجين، نقرة صغيرة، مش لازم نفتح له يعني شباك. هو بقى بيبدأ ايه يبدأ يتحرك ويطلع لوحده. هتلاقي امه مثلا بتلعب في عظمه كده، هو يبدأ واحدة واحدة بقى ايه ينكش ويطلع. هنرجعه بقى ايه مكانه تاني. هما يقعدوا عليه بقى ويظبطوه. انما ده امبارح وانا بطلعه نزل دم، فانا قلت عادي بقى مش هيحصل حاجة يعني وهيكمل معانا. ببص لقيته برضو ايه كان خارج امبارح كده يعني خملان خالص وما كملش مات. قدر الله ما شاء فعل، يعني احنا ما بنحترزش الحاجات بتاعت ربنا. تمام، فهو الموضوع ده كله ايه بيتكلم بقى في النقطة دي. فاحنا عايزين بس ننوه عن الموضوع ده، ان محدش بعد كده يفتح للزغلول قبل ميعاده. تمام، ولو في اي مشكلة تاني ظهرت معانا هنقول لكم برضو عليها. بص هي امه بقى بتبدأ ان هي ايه اهي، لو هنقرب الكاميرا كده بتبدأ ان هي تنكشه بقى عشان تبدأ تطلعها واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله، وادعوا لنا يا جدعان بالبركة وبالزيادة. ولو حصل معانا اي شيء جديد هنبلغ برضه بيكم. ودي رجعت قعدت تاني على الزغلول فاكرة لسه عايش. فاحنا هنشوف بقى عشان اللي يعني هنشوف زغلول تاني يكون صاحي كده نحطه تحتيها، بحيث ان هي ايه ما يعديش عليها اليومين دول غير ما تكون ان هي بدأت ايه تبدأ تاني تزق الزغلولتين. هنجيب لها زغلولتين نحطهم تحتيها يكونوا لسه طالعين، تبدأ ان هي تزقهم علشان ما يروحش عليها اللبا والكلام اللي بالكم فيه ده، ونفضل مستنيين لحد ما تبيض تاني. يعني هنشوف مثلا اي زغلولتين يكونوا لسه طالعين. الجوز ده اليمني ده لسه طالع من تحتيه زغلولتين برضو مراسلات او مفتل مش فاكر، هنقوم مطلعينه وناخد لا لسه الحصى ما فكش. هنقوم واخدين منه الحاجه الزغاليل بتاعته ونحطها تحتيهم، وهم نبقى يسيبهم يبيضوا تاني، لان هم اصلا في زقهم ما بيعجبونيش قوي يعني. انما الجزء التاني ده كويس في زقه. هنحاول نوفق يعني بحيث ان ايه مفيش مجال يكون راح علينا، او يكون مثلا ايه وقت يكون عدى علينا.
والحلقة الجاية بإذن الله هنتكلم ازاي تجيب الطفرات وتجيب الألوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.